اهلا وسهلا، كيفاش لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى يا ربي نتوما كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا بصحه جيده وباحسن الاحوال وما ناقصكم حتى خير. اليوم جيت معكم فيديو جديد، نهار جديد في نهار رمضان ان شاء الله يا ربي. اللهم تقبل منا ومنكم الصوم والطاعه والصيام والقيام، ولا يرزقنا ورزقكم الجنه يا ربي ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم البنات واحد الروتين جديد، كنتمنى يعجبكم وتقبلوا عليه. كنت غنهضر واحد مسمنه كبيره. المهم اول حاجه عملت 6 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق، وعندي شويه د الملح تما، وزدت شويه السكر اللي كان في يدي، وجوج د مغارف ديال زيت عاديه. وهنايا بنات الصيام ضغط، وتنعمل لي شويه د الخميره وانا نخويها كامله. المهم ما علينا، عملوا عين نص نص الخميره، ما تعملوهاش كامله. ونشبروا الماء دافي ونجمعوا ديك العجينه ديالنا كامله مكموله. بنات اول حاجه نفكركم ما تساوليش اللايك وبارطاج، الله يجازيكم بالخير. والله الا هاد الفيديوهات ما كنصورهم بمشقه، كنتمنى يكونوا كيعجبوكم وتدعموني. علاش لا بنات؟ زيد قناتي القدام ان شاء الله بحول الله، ونتمنوا الخير من هنا لقدام. وكنقول لكم شكرا بزاف، ولا يخليكم يا ربي، والله يرزقكم ما في نيتكم في هاد العواشر. من بعد ما جمعت ديك العجينه بنات، المهم دلكتها هيدا فوق بوطاجي، دلكتها بزاف يعني شي 5 دقائق هيدا، وشكلتها على 4 ديال الكويرات. المهم نتوما عدلوا القياس اللي بغيتو، انا بغيت 4 كويرات باش يجوني غنعدل جوج في جوج باش تجيني يعني كيفاش نقول لكم، جوج الورقات. من الطبقه الاولى والطبقه الثانيه، جوج طبقات. المهم الطريقه ساهله، وهذا الفيديو موضح نفسه بنفسه. وكنتمنى يا ربي تقبلوا على الفيديوهات ديالي ويكونوا كيعجبوكم، وتزيدوا تدعموني. علاش لا بنات؟ ما تساوليش يا بنات اللايك والاشتراك. اللي ما مشتركاش معايا تشترك، ما تخسر والو. تما حبطونا، فعل الجرس وبارطاجيو القناه، وكنقول لكم شكرا بزاف اللي خديتكم. هنا من بعد ما شكلتهم البنات، مثل السلوفان ضروري تخليهم يرتاحوا كما كتشوفوا. وهنايا دوس باش نقطع الحشوه اللي غتجي، اللي نعمر بها هاد المسمنه كبيره. عفوا البنات سامحوني. المهم بحال دائما كنقول لكم ابدعوا، عدلوا الاختيارات الحاجه اللي عندكم في الدار، يعني ماشي ضروري تلتزموا بالفيديو. انا كنعطيكم كاقتراحات وافكار بسيطه، وانتم ابدعوا. وحدوا جهدك وحدوا القدره ديالك وحدوا مع هذا الغلاء، الله يحسن العون الجميع. انا عدت شويه الفلفله حمراء واحد بصله وشويه الفلفل وجوج وقيله جوج فلفلات خضر، جوج. والله الا كنعمل الفيديو المونتاج الفيديو ونسيت. المهم جوج، يعني كنظن جوج كبار. ايوا نجبروهم ونعدلوهم في واحد المقله، نعدلهم شويه الزيت ونخليهم يتشحروا حتى كيطيحوا مره، عاد نزيدوا لهم مكونات اخرين. ونهنا البنات عندي بربه كتسلق. المهم نتوما عارفين كل واحد شنو كيعمل في فطوره. دابا خليت هذيك المكونات في بوطه ودوزت نطلق هذاك شنو اسمه داك المسمنات ديالي اولا الرغيفات. المهم نعدل وحده في وسط وحده، انا عدلتي 4. نتوما كتشوفوا الطريقه سهله مهله. وبنات ما تساوليش اللايك، الله يجازيكم الخير، وشي تعليق محفز باش يزيد يشجعني. وكنقول لكم شكرا بزاف ليه خديكم، والله يسهل لكم الامور يا رب العالمين، والله يرزقكم من حيث لا تحتسب. نتوما كتشوفوا البنات، العجينه ملي كترتاح دغيا ما كتطلق معانا، صراحه ساهله يعني دغيا ما كتسرخف. واصلا ساهله، كتجي وحده كبيره بلا ما تبقى تعدل لك ستيتون يعني. مع الصيام مع الشغل في رمضان تبارك الله ما كيتسالاش، كيقوار بزاف. المهم نسهلوا الامور، نعدلوا الحاجه السهله والسريعه والبسيطه. من اهم حاجه هي المشاركه. دابا جبت اخرى وتويتها في اخرى. هنا بنات انا اللي نسيت ما ورقتش بالزبده، ولكن ماشي مشكل، تا هما جاو مزيونين. ولكن ضروري بنات عدلوا شويه الزبده ذوبوها في الزيت. وانا مع الصيام مشات لي من الذاكره. هنا جبت بنات شويه د الكفته، كفته عاديه وشويه د الكفته شنو اسمه لادان، طحنته بالهشوار. المهم خلطتهم وطحنتهم. المهم عدلوا نتوما اللي بغيتوه بحال اللي كنقول لكم اللي عندكم موجود. زدت له شويه الفلفله حمراء، شويه د الملح، شويه السكنجبير، شويه د الابزار وشويه د الخرقوم. انا خلطت التوابل كامله وشويه د الكمون حتى هو عدلته. نحركوهم مزيان حتى يتشحروا. المهم تيطيبوا مزيان. نتوما عارفين الطريقه ساهله مهله. كتكون هنايا داك البصله ديالنا وديك الفلفله طابات، كتبقى عندك كفيته دغيا. نتوما عارفين الكفته سريعه الطيب دغيا ما كطيب، يعني دغيا ما عاد توجد لكم.
نحركوهم مزيان حتى كيطيبوا وندوزو نعدلو بهم السمنه ديالنا. انا جبات البنات واحد لاطه اللي كتخون في الفران، طلقت فيها ديك سمنه كبيره. شوفوا البنات طلقت هذيك السمنه، المهم لاطه كتكون مدهونه بالزبده ولا الزيت ولا اي حاجه، وكنجيب ديك الحشوه ديالي كنعدلها فيها صراحه. كان الوقت عايده ركني وعدلتها باقا سخونه، خليوها تبرد على خاطرها ومن بعد فرشوها في ديك اللاطه كامله. نتوما كتشوفوا الطريقه سهله. كنشبرو كنحاولوا نعمروا الجوانب كاملين، ديك الجهات كاملين كنعدلوها. وهنا عندي شويه جبن حمار محكوك، الا كان عندكم حتى اخر عدلوا. انا صراحه اخر كانت ساهله لي عدلت غير هذا. وبحال دائما كنقول لكم يعني بلا ما تكلفوا على راسكم، اللي عندكم في الدار قضيو به. نتوما كتشوفوا سيا نعدل كلشي، من بعد نشبر مسمنه اخرى وغنطلقها حتى هي ونحاول نعدلها فوق منها. انا طلقتها ونحاول نجبدها، المهم دغيا كتعدل ساهله ماشي شي حاجه صعيبه صراحه، يعني خصين الخطر وصافي. نحاولوا نشدوا حتى الجوانب بنات، ولا جاتكم شي عجينه زايده قطعوها بحال هذه. انا جات لي زايده من هاد الجهه قطعتها، وساعات من بعد كبروها وعدلوها عاوتاني عدلوها بوحديتها. نتوما كتشوفوا ساهله. من هنا البنات جبت واحد بيضه وخلطتها مزيان وبقيت كندهنها بها. بيضه مكموله، انا صراحه ما زيدت لها حتى حاجه، المهم بيضه مكموله عدلتها وخلطتها وبقيت كندهنها بها. نعاود نفكركم البنات ما تساوليش اللايك، الله يجازيكم بالخير، وتا على اللي كثروا لي التعاليق الله يجازيكم بالخير. وما نساوش المنتظرات الدريه الصالحه الله يرزقهم يا ربي ويفرحهم، واللي عندهم وليدات الله يعاونهم عليهم يا ربي امين، والله ينجحهم. لنا بنات جبات واحد الموس وغنقطعها بحال مربعات وندخلها في الفران. صراحه الا كان عندكم البنات الزيتون عدلوا له وحده وحده من الوسط. انا صراحه ما كانش عندي بتوفى ديك الساعه وما عدلتهمش. ونتوما بحال اللي كنقول لكم ذوقوا باش ما بغيتو ابدعوا. كتجي مزيونه صراحه، كتجي مزيونه ومقرمله ومقرمشه ومع فيها ديك الجبن وواحد التعليكه فيها ما نقول لكمش صراحه كتحمق. شوفوا البنات هي بدات كطيب من هنا، كنت عدلت البسبوسه من تحت ومن فوقها هي كتحمر، جات فيها واحد التحميره ما شاء الله غزاله كتشهي. نتوما كتشوفوا خرجتها من الفران. وهذا هو الفطور ديالي البسيط والمتواضع على قد حالي، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. وكنتمنى البنات يكونوا كيعجبكم الوصفات ديالي. هنا عدت العصير البسبوسه، المهم اللي كتب الله، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. ومن هنا غنسالي وغنخرج من المغرب باش نمشي نبني ما كذا نسخن شي حويجات من وليداتي. وقلت نشارك معكم اللقطات، بعض اللقطات الصراحه ما نقول لكمش ضحات الدنيا الروح الله كطيح ما شاء الله الدنيا عامره. قلت نشارك معكم واحد اللقطات ملي كنت كنشوف شي السيكان. الصراحه بنات كاينه الحاجات يعني الدروش يشري وشنو اسمه والغني يشري، كل واحد يمشي على قد جهده. كاينه الحاجات في الارض والله العظيم فين كيحمقوا، كل واحد وجهده، يعني كل واحد والجهد ديالو، كل واحد وهذاك ديالو القدره الشرائيه ديالو. هنا عاوتاني مشيت صبابط. المهم عملت معكم غير لقطه داكشي صراحه ما شاء الله كيحمق وكلشي موجود. كاين الغالي وكاين الرخيص، كل واحد وذوقه، كل واحد وجهده، كل واحد القدره الشرائيه ديالو. اي والله يرزقنا ويرزق الجميع يا ربي وبصحتكم البنات. وضروري هاد العواشر يعني ضروري ما نكسيو وليداتنا كيفرحوا في العيد وداكشي اللي كاين. والله يرزقنا والله يرزقكم يا ربي باش تفرحوا وليداتكم، واللي ما عندوش الله يرزقه يا ربي باش يفرح حتى هو ان شاء الله بحول الله. نتوما كتشوفوا يعني داكشي مزيون ما شاء الله، ولكن ما نقولكمش على تحس. ايوا الحمد لله هاد الايام مبارك الله يجعلها يا ربي مغفرة الذنوب، والله رزقنا الصحة والجنة يا ربي. اهم حاجة الصحة والجنة. ولا اما يعني شي اخر كيجي مع الوقت. هنا كنت ساليت البنات وجيت في حالي وقلت نشارك معكم هاد اللقطات. كنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو ديالي، وما تنساوش يا بنات تدعموني باللايك وبارطاج. وكنقول لكم شكرا بزاف ليه خديتكم عليا. وبنات زيدوا دعموني، زيدوا شجعوني، لا زيدوا شجعوني باش نبقى نعطي في هذه القناه. صراحه انا بعض المرات كيطلع لي الدم كنميك عليها. الاجواء مول المغرب غزاله ما شاء الله كتحمق، كلشي كيحمق. من هي هذه الحومه ديالنا واحد الجامع ما شاء الله كبيره غزاله. المهم اللهم تقبل منا ومنكم جميعا مغفره الذنوب. لان هي بنتي كتنقص
والله يرزقنا ويرزقكم الجنه ان شاء الله يا ربي. هادشي اللي كاين، وبغيت نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم الله يخليكم، والله يحفظكم ويحفظكم وليداتكم، والله يرزقكم من حيث لا تحتسبون، ورزقنا ويرزق جميع المسلمين يا ربي امين. وصيامكم مقبول وعملكم مقبول ان شاء الله بحول الله، ونقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. ما تنساوش يا بنات اللايك والبارطاج والدعم من القناه، وشكرا بزاف لله الله يخليكم. شكرا البنات اللي كيثقسوا فيا والبنات اللي كيدعموني، وثق فيهم حتى الرجال، ولكن انا كتجيب دخمي غير البنات. المهم كاملين بكم، اللي كيشوف لي الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر كنقولوا الله يجازيك بالخير والله يعطيك ما فنيتك. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.